سباكيتي بلا صوص طوماط والكفته كتجي خطيره في المذاق. اللي داقها غادي يحماق عليها. السلام عليكم. اليوم غنقدم لكم سباكيتي بلا صوص طوماط والكفته. نبداو على بركه الله. كنحتاجو زيت نباتيه، كنحتاجو جوج حبات ديال الطماطم. في نص كيلو انا عملت نص كيلو ديال سباكيتي وعملت جوج حبات ديال الطماطم. كنقطعوهم مرصوات صغار، كنديروهم هكا يتشحروا شويه. خاص ديك مطيشه انها تذوب لينا وسط ديك الزيت. كنبقاو نمعسو فيها، هي كتشحر وحنا كنمعسو فيها. مطيشه عندنا خاصها تولي بحال لاصوص، خاصها تولي بحال الصلصه، ما تبقاش كاع دوك المرصوات صغار ما يبقاوش يبانوا. غادي تقولي لي لا خصنا نطحنوها، لا بلا ما تطحنيها بلا ما تحكيها، لانها ما كتجيش بنفس المذاق اللي قطعناها مرصوات صغار. كنضيفوا شويه ديال الملح، طبعا على حسب الذوق. كنضيفوا شويه ديال الابزار، وكنضيفوا شويه ديال الكمون. فقط هادو هما المكونات اللي نقدروا نضيفوهم لاصوص ديال السباكيتي، بالاضافه الى شويه ديال الزعتر كنحكوه بين يدينا. الزعتر مكون مهم اننا نضيفوه لاصوص ديال السباكيتي، كيعطيها واحد المذاق لذيذ بزاف. انا كتجيني سباكيتي بلا زعتر ما كتعجبنيش. كنخلطوا دوك المكونات مزيان، وحنا كنخلطوا وحنا كنبقاو نمعسو بديك مطيشه، ونخلطوا عاوتاني صافي. وكنضيف ليها من بعد حتى كنشوفها صافي طابت مزيان وانها ولات عندنا على شكل صوص. كنضيف ليها الكفته. انا الكفته جبدها من الفريكو ليحاها بحال هكاك، ليحاها متلجه في لاصوص، هي غادي تطلق راسها. من بعد غادي نضيف صوص طوماط، الطماطم المركزه. غادي نضيف واحد الكميه شويه كثيره. غنحاولوا نخلطوا شويه باش تندمج لنا المكونات مع بعضياتها. انا الكفته عندي هنايا دغيا غادي تطلق، دغيا كتطلق الكفته، ما كتبقاش شاده، ما كتبقاش قاصحه. غادي نضيف ليها الزعتر، غنشدو غنحكو شويه بين يديا، وغادي نضيفو للصلصه ديال الطماطم. حتى الا ما كتصدق لكش السباكيتي ولا كديريها وما كتعجبكش، جربي بهذه الطريقه، راه اكيد غادي تعجبك بزاف. ما كاينش اللي ما غاديش يذوقها وما غاديش يقول لك راها زوينه. كيف ما كنقول لكم ديما، الطياب راه هو التكنيك. خصنا طرق كيفاش نردوا الحاجه زوينه، لان الطياب ماشي غير عطريه صافي، لا، خاصنا كل اكله نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاها باش تخرج لينا لذيذه. من بعد ما تشحرات لي الكفته مع ديك لاصوص طوماط، غادي نضيف ليها شويه ديال الماء. غنضيف واحد شويه ديال الماء باش طيب لي ديك الكفته. حاولوا ما تكثروش الماء بزاف، ضيفوا غير شويه فين طيب الكفته وصافي. غادي نغطي عليها ونخليها طيب على خاطرها. غادي نقص عليها العافيه، نديرها على نار مهيله ونخليها طيب على خاطرها. هاد لاصوص ديال السباكيتي حاولوا ما تضيفوش ليها العطريه كامله. كاين بعض الناس كيضيفوا ليها الخرقوم، سكينجبير، القرفه. لا لا نهائيا. لاصوص ديال السباكيتي كتبغي فقط شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، وشويه ديال الكمون فقط، والزعتر. قد ما كتضيفي ليها التوابل قد ما كتجيش زوينه نهائيا. فاش غتجربوها ان شاء الله بالطريقه اللي عطيتكم دابا، انا متاكده ما عمركم غتستغناو على هاد الطريقه. الشكل النهائي ديال لاصوص السباكيتي النهائي كيجي على هاد الشكل، كيجي كيشهي. دابا غادي ندوزو للمرحله الثانيه اللي غادي نسلقوا فيها سباكيتي. كنا كنعرفوا طريقه السلق ديال السباكيتي. كناخذوا الطنجره كنعملوا فيها شي ديال زيت الزيتون، انا كنعمل زيت الزيتون كيعطيها واحد المذاق زوين بزاف. كنضيف شويه ديال الملح وكنخلي الطنجره حتى تغلى صافي، وكنوضع فيها سباكيتي وكنخليها طيب على خاطرها. اهم حاجه فاش كنلوحوا السباكيتي من بعد ما كيغلى لينا الماء مزيان، كنحاولوا نبداو نخلطوا فيها، كنبقاو نحركوا فيها كل دقيقه. كنبداو نحركوا فيها باش ما تجيناش باش ما تخسرش لينا، كتجي معجنه وكتلتصق مع بعضياتها.
الخطوه الاولى فاش كنلوحوها تسلق ضروري نبداو نخلطوا فيها ما حتى هي كتغلى وحنا كنخلطوا فيها كل دقيقه باش ما تجيناش تتلصق ما تجيناش معجنه. من بعد ما غلى علينا الماء كنشدو سباكيتي، انا كنقسمها على جوج، ما كتعجبنيش طويله بزاف، وانتي لك الاختيار، تقدري تلوحيها هكاك طويله، تقدري تقسميها على جوج، تقدري تقسميها على ثلاثه، كل الاختيار ديالو. غادي نقوم بالتحريك دابا، غنحركها شويه وغادي نخليها من بعد ما تغلى واحد شويه، وغادي نرجع عاوتاني نخلطها شويه كيف قلت لكم قبيله. كنأكد عليكم العمليه ديال التحريك ضروريه باش تجيكم سباكيتي، باش ما تضيع عليكمش، باش تبقى لكم كلها تجي كلها مفركه، تجيكم حبه حبه. من بعد ما طابت ليا جاتني على هذا الشكل، غادي نحاول دابا نصفيها من داك الماء ديالها، نحاول نصفيها مزيان مزيان. صافي غادي نجيب الطبق ديال التقديم فين نقدمها. كنوضع كميه في الطبسيل، انا كنقدمها فرديه، كندير كميه مناسبه، ومن طبيعه الحال التقديم كيبقى اختياري، كل واحد يقدر يقدمها بالطريقه اللي كتعجبه. انا غنشارك معكم الطريقه ديالي ان شاء الله تعجبكم، ونوريكم الشكل النهائي ديالها كيفاش كيجي صراحه كيشهي. غنحاول نوضع عليها واحد الكميه ديال لاصوص طوماط، لاصوص ديال السباكيتي اللي كنا صوبنا قبيله. كاين اللي ممكن يخلطها مع سباكيتي كامله عادي، يوضع واحد شويه من الفوق ديال لاصوص. انا لا، كنفضل نحط نخليها هكاك بيضه ونوضع عليها واحد الكميه مناسبه ديال لاصوص. هذه طريقه كتجيني احسن. من بعد غادي نوضع عليها واحد ديال الفرماج محكوك، فرماج احمر، انا كتعجبني بالفرماج الاحمر، كتبقى كاضافه، كيزيدها واحد المذاق زوين بزاف، واللي ما كيبغيش الفرماج الاحمر ما يديروش. انا من بعد فاش غنوضع فيها الفرماج الاحمر غادي نوضعها في الفران. تقدري توضعيها في ميكروهوند، واللي عندها فران بسيستيم ميكروهوند توضعها فيه. اهم حاجه هو يذوب لنا الفرماج، وإلا كانت سباكيتي سخونه ولاصوص سخونه راه اكيد غادي يذوب الراسو. من بعد ما داب لي الفرماج على سباكيتي كتجيني على هذا الشكل، صراحه شكلها كيشهي، والمذاق ديالها راه رائع، ما نقدرش نوصف لكم المذاق تاعها كيفاش كيجي. من الشكل ديالها راه غادي يبان لكم كيفاش كتجي. كيف تبعتوا معايا الفيديو من الاول راكم شفتوني الخطوات اللي عملت ساهلين، ما فيهم حتى شي تعقيدات، ما فيهاش مقادير بزاف. تقدري تستغني على الكفته، ماشي ضروري ديري فيها الكفته، تقدري تعملي فيها الطون، راه حتى الطون كيجي فيها زوين بزاف. حتى الكفته ما تكتريهاش بزاف، انا راه ما كنكترهاش، راه كاين بعض المرات كندير قل من هادشي اللي عملت دابا، كندير غير شويه، غير كنكهه وصافي، هي بلاصوص بوحدو راه كتجي روعه. انا هنايا بديت كنذوق فيها، أه صراحه المذاق ولا اروع. ان شاء الله فاش غادي تجربوها اكيد غادي تعجبكم حتى نتوما. الى عجبكم الفيديو كنتمنى منكم تشجعوني، اي سؤال او اي استفسار حطوه لي في التعاليق، انا راني كنجاوب على التعاليق ديالكم كاملين. ومرحبا بكم في قناه وصفه بطريقتي. وصلنا للنهايه ديال الفيديو، كنقول لكم بسلام عليكم وخليتكم على خير.